أحمد ورامز أخين توأم في الجامعة. ظروف والدهم المادية مش أحسن حاجة. بعد المحاضرة دكتور مدحت قال لهم إن اللي عاوز يلاقي شغل كويس بعد ما يتخرج لازم ياخد كورسات في اللغة والبرمجة. أحمد قال: أنا هجيب منين بس فلوس للكورسات وإحنا حالتنا المادية مش حلوة. لكن رامز فكر وقال: حالتنا المادية مش حلوة وأكيد بابا مش معاه فلوس للكورسات دي. طب يا ترى إيه اللي في إيدي أعمله؟ وبعد ما فكر قرر إنه يشتغل بعد ما يخلص المحاضرات، وبكده يقدر يجمع فلوس اللي هياخد بيها الكورسات. بعد 2 سنين أحمد ورامز اتخرجوا وراحوا يقدموا على شغل. رامز قدر بشهاداته إنه يشتغل في شركة كبيرة، بس أحمد للأسف اشتغل في شركة صغيرة. رامز فضل يتعلم ويطور من نفسه طول ما هو شغال، ومع كل مشكلة أو عقبة بتقابله ما بيستسلمش وبيسأل نفسه: أنا المفروض أعمل إيه دلوقتي عشان أحقق اللي أنا عاوزه؟ لكن أحمد فضل في مكانه وما بيتحركش، وكل مشكلة تواجهه يقول: أصل ظروفي هي اللي ملخبطة، وحظي هو اللي وحش، وأصل الناس دايما واقفين في طريقي. في اي مشكله او تحدي بيقابلنا في حياتنا احنا بيبقى عندنا فرصه الاختيار ان احنا نلعب دور من الاتنين، يا اما دور الضحيه بعقليه الضحيه يا اما دور المسؤول بعقليه المسؤول. والفرق بين العقليتين كبير جدا. الشخص اللي بيبقى متبني عقليه الضحيه ودايما بيلعب دور الضحيه في حياته، في اي مشكله او اي تحدي في حياته هو لازم يطلع ضحيه، وعنده معتقد كده بيقول انا الضحيه. فالشخص دوت بتلاقيه لازم يطلع ضحية أشخاص أو ضحية أحداث أو ضحية ظروف، ودايما هتلاقيه بيقول هم السبب، هم اللي بيحاربوني، ظروفي هي اللي وحشة، أنا حظي كده هو اللي وحش. الشخص ده كمان بتلاقيه مش ناسي إن ربنا سبحانه وتعالى أمره بالسعي في كل لحظة في حياته، وناسي إن ربنا سبحانه وتعالى قال له وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بالتالي بتلاقيه قاعد مكتف نفسه بنفسه. اما الشخص اللي متبني عقلية المسؤول هو برضو عنده مبدأ في حياته، بس المبدأ بتاعه بيقول انا المسؤول. بالتالي الشخص دوت بتلاقيه في كل مشكلة او كل تحدي بيقابله في حياته هو بيسمح للمشكلة ان هي تعدي تاخد وقتها، وبيسمح لمشاعره انها تظهر، يتقبل مشاعره، وبعد كده يقف يسأل نفسه اهم سؤال عنده، وهو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي عشان اتحرك خطوه لقدام. وفي الحقيقه ان الشخص ده بيحقق انجازات ونجاحات كبيره جدا حتى لو كان هو ضحيه حقيقيه في بدايه الامر. الشخص ده ممكن يكون ضحيه حقيقيه لحد اذاه او ظلمه عن عمد، بس هو ما بيستسلمش، وعقليه المسؤول بتخليه يقف يقول لنفسه المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي علشان امنع الظلم ده او امنع الاذى ده عن نفسي. فالنصيحه الاولى والاخيره ليك: اتبنى عقليه المسؤول والعب دايما دور المسؤول في حياتك. خليك مسؤول عن حياتك، مسؤول عن قراراتك، مسؤول عن مستقبلك، مسؤول عن احلامك، مسؤول عن طموحك، وما تستناش الاشخاص تتغير علشان تحقق اللي انت عايزه. الاشخاص عمرها ما تتغير علشان حد، وما تستناش ظروفك تتحسن، واصنع ظروفك بنفسك.